الإمام ومن معه من قطاعات الأزهر لاختيار أحسن للتدريس في هذه المعاهد المتخصصة جدا التي ستخرج علماء نطمع ونسأل الله أن يكون يعني هو ده التطوير العالي بقى إن شاء الله. أرجع لحضرتك يعني خطوة إلى الوراء. حضرتك يعني ذكرت لك كلمة وحضرتك أخذتها كلمة عابرة وانتهى الأمر، لكن أنا محتاج فعلا أقف معاها. نعم. موضوع عودة التراث للأزهر. نعم. شيء يحمد كتير جدا لفضيلة الإمام طبعًا. الأكبر الشيخ الطيب رجوع للتراث، لكن يعني بعض الناس كان بيتناقلوا هذا الأمر. نعم. بيقولوا هذه الكتب التراثية كانت تعايش واقع معين، فلسفة معينة. نعم. دلوقتي أنا وليكن وإحنا طلاب في الثانوية أو في الإعدادية الأزهرية. نعم. وأنا ابن الأزهر أيضا. نعم. كنا يعني نتحدث ونقرأ في كتب الفقه أمثلة كلها تضرب على العبيد وعلى الإماء وعلى الأحرار. نعم. ونحن في عصر الذرة. طب ما احنا مش عارفين نطبق الكلام ده على الواقع. نعم. حتى في دراسة التوحيد كنا برضو بندرس ملل ونحل. نعم. يعني كاد تكون أنها انقرضت الآن وظهرت يعني ملل. نعم. جديدة ونحل وأفكار جديدة وفلسفات غريبة. نعم. الماركسية والوجودية والعدمية. نعم. يعني هل عودة التراث بقالبه هذا نعم. هو المطلوب، ولا المفروض ينظر للتراث يعني من زاوية أخرى؟ هنرجع التراث لكن بصورة تواكب العصر. نعم. بارك الله فيكم. هذا ما تم بمراد الله عز وجل. هذا هو ما تم. نعم. مولانا الكبير رحمه الله فضيلة الإمام الأكبر. نعم. محمد سيد طنطاوي جاء بهذه الصورة التي تقولها أنت في الفقه، في التفسير، في كذا. عرض هذا العرض وقر على الطلاب في مرحلة كبيرة جدا جدا، تخرج منها أناس الآن هم يقومون بعملية التدريس وعملية كذا، فأخذوا يعني العلوم دي بالصيغة الجديدة. هؤلاء هم الذين سيدرسون التراث، النوابغ منهم، تمام. الأفاضل منهم. نعم. سيدرسوا التراث بما درسوه هم من تجديد في الايه، زي ما بيقولوا تجديد الخطاب الديني او تجديد التراث. تمام. فدي من هذا قدر الله عز وجل، تم اصلا بمراد الله سبحانه وتعالى. جميل. ان في الفتره الماضيه كلها سنين طويله تخرج منها جيل درس العلوم التراثيه، الفقه مثلا بلغه عصريه. جميل. من تاليف فضيله الامام الاكبر. نعم. هو نفسه اولى وثانيه وثالثه اعدادي وثانوي وكده، الفقه الميسر او الايه او الفقه الوسيط، اللي درس وعرض المذاهب وبصوره قشيبه جدا وهاديه جدا واستوعبها. دول هيطلعوا هم طلعوا مدرسين وعلماء هيدرسوا هذا التراث بالطريقه دي. فالمهم مش في التراث، لان لازم ندرس التراث، انما المهم كيف سيعرض، كيف اقول للطالب. هو دي نقطة المحور اللي بينه وبين الماضي، كيف يعرض التراث. هو نعم. العالم اللي هيدرسه، هذا العالم اللي انا باخده ياخد دورات تثقيفيه وتدريبيه. جميل. ويتعلم كيف يعرض، كيف ياتي حتى بالمثل، كيف دي المهم، عرض الماضي بلغه الحاضر مع الحفاظ على الثوابت والضوابط. هو ده اسمه تجديد الخطاب الديني. مش انا هجيب دين، هو في دين جديد؟ القواعد هي القواعد، نواقض الوضوء هي نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة هي مبطلات الصلاة، مستحبات الوضوء هي مستحبات، لا تتغير. جميل. ولا تزيد ولا تنقص. تمام. كما لأن ده دين. تمام. ما فيش فيه نقاش. إنما كيف يقول له بلغة، بس اللغة تتغير. يعني واحد يقول له واحد صباح الخير، والتاني يقول له صباح الخير، والتاني يقول له أهلا، والتاني يضيف لها كمان جملة، والتاني بحيث بيتعامل مع واحد على حسب إيه وضعه، على حسب فهمه. وده موجود الآن بالفعل. والقسم الشرعي بعودة التراث بتدريس أناس يربطون بين الماضي والحاضر. اللي بيقول له مثلا صاع، كاتب له تحت صاع يعني ايه، بيساوي كم مد. نعم. كاتب له مد يعني. تمام. بس تمام. يظل كلمة صاع موجودة، ان كلام النبي. نعم صلى الله عليه وسلم. اصل العلم الشرعي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ان احنا نشيله ولا نغيره، لان ده تراث، كلام النبي تراث وسيظل دين. لكن كيف يترجم، كيف يعرض، كيف يصل للطلاب، هي دي اللغة. ده اللي موجود الحمد لله. أخذت دورة تدريبية مكثفة لكم المدرسين اللي هيدرسوا في الماء، بحيث يعني يجد الطالب متعة في تلقي هذه العلوم. طيب فضيلة الشيخ مقدام، أيضا من الأمور التي يعني يلاحظها كثير من الناس بأنها يعتبر من أسباب تراجع الأزهر، ونتكلم مع حضرتك في النقطة دي بصراحة شوية. ميزانية الأزهر وفقدانه للاستقلال المادي، ده أثر أيضا على هذا الجامع الأزهري الكبير في مرحلة سابقة. نعم. حدث عندما فصلت الأوقاف عن الأزهر في الستينات، حدث هذا، ويعني اعتمدت ميزانية الأزهر على الصدقات وعلى وبعد أن أخذت الأوقاف وأصبحت وزارة يعني. لكن الآن الحمد لله
لازم الناس تعلم ان الازهر والاوقاف والجامعه كل ديا اسمه المجلس الاعلى للازهر، كل ده اسمه الازهر الان. نعم. ويصب في قوالب بعضها. ويعني ما حدث في العقود الاخيره في العقدين الاخرين بفضل الله تعالى من اهتمام بالازهر من القياده المصريه من الرئيس مبارك، نسال الله له الكرامه والحفظ وان يرزقه البطانه الصالحه التي يعني تاخذ بيده الى طريق الله عز وجل. لما تنظر لاهتمامه بالازهر تجد اهتمام كبير جدا. نعم. ففي عهد بني أكثر من 6000 معهد. بسم الله ما شاء الله. عبر التاريخ لم يبنى شيء، يعني أكثر من 6000 في العقود دي. وتطورت جامعة الأزهر في أحدث مبانيها إلى أن وصلت إلى قرابة 70 كلية. 70 كلية. بسم الله ما شاء الله. فيها من الكليات ما يجمع يتخرج تقريبا كل عام في حدود 40,000 أزهري. ده كلام كبير. نعم. نعم. عندنا مدينة البحوث طورت تطوير عجيب جدا. عندنا مجمع البحوث طور تطوير كبير جدا. عندنا المجلة والدعم لها. عندنا مصحف الأزهر والدعم له. كل ده يعني مدينة البحوث بالمجان كلها. بعثات الأزهر أو ما نسميها منح الأزهر على حساب مصر. ومصر بلد نامية وبلد فقيرة كما يقول، لكن أراد الله أن يكون إيدها عليا في النقطة دي على طلاب العلم أن تكرمهم. عندنا آلاف الطلاب منح للصين، يأتي الطالب الصيني مجانا، منح للهند، منح لأمريكا، منح لبلاد إفريقيا، بلاد آسيا، كل يأتي ويعيش هنا 10 سنين 15 سنة، يأكل ويشرب ويلبس وينام ويتعلم ثم يذهب إلى بلده باللغة العربية طبعا، واللغة المصرية هي المؤثرة. نعم. أو اللهجة المصرية. نعم. وبالعلوم الشرعية، فيعود هناك مفتي ويعود هناك رئيس دولة، يوجد رئيس دول أزهريين، وكل المفتيين يمكن في معظم العالم أصلهم هنا. حتى أتت البلدان التي حصلت على شهادات عليا وكذا قالوا لابد أن نأخذ يعني معادلة من الأزهر. نعم. أو لابد أن نأخذ من. فلما جاء الطلاب خريجوا اللي هم يعملوا أئمة وخطباء مثلا في سوريا، الشقيق الحبيب دمشق، علماء دمشق وأئمتها وخطبائها، قالوا لهم لابد أن تأخذوا من الأزهر يعني شرف لها. فجاء أكثر من 700 العام الماضي، 700 كله يعمل إمام ويعمل. قالوا نريد أن قالوا دراستكم لا تعادل دراسة الأزهر. قالوا ندخل في المعادلة. قالوا نعطي لكم ال4 سنوات امتحان واحد تيسيرا عليهم. تمام. وجلسوا طلاب ورضوا جزاهم الله خيرا، ودي تواضع من هؤلاء، ارتضوا أن يكونوا طلاب في الثانوية وهو عمره 45 سنة و50 سنة ويجلس يمتحن، وبعضهم عايز يكتب وعايز يتملى وعايز يعمل عشان ينال هذا الشرف. لكن كل ده فضيلة الشيخ مقدام يعني لا يتم حقيقة إلا بثراء الأزهر المادي واستقلاله المادي. يعني لو إلى الأحسن، إحنا بفضل الله تعالى. تمام، أنا معك في هذا الأمر. الله تعالى. لكن فعلا لو نظرنا إلى مشايخ الأزهر القدامى، الشيخ الخضر عليه رحمة الله لما أراد أول رئيس جمهورية محمد نجيب إن هو يعني يأخذ أو من شوية من ميزانية الأزهر، فقال له لا، إذ لم تزد في عصر فلا تنقص. حتى الشيخ عبد الحميد سليم عليه رحمة الله، عبد المجيد سليم إمام الأزهر الأكبر، لما أراد أيضا فاروق أن يعني يقطر عليه من ميزانية الأزهر فقال له كلمة شهيرة، قال له تقطير هنا وإسراف هناك. فسبحان الله، إذن فالأزهر من أهم الأسباب التي تقويه وتدعمه هي الثراء المادي والاستقلال المادي. والحمد لله الآن في تقدم في هذا. احنا لم يحدث مبنى لمشيخة الأزهر في التاريخ منذ فترات طويلة إلا الآن في العقود الأخيرة. وأنت تعلم مبنى مشيخة الأزهر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبنى ضخم، مبنى دار الإفتاء، مبنى كل دي كانت في أماكن بسيطة جدا وضئيلة جدا، يعني في غاية التواضع وراء مسجد الإمام الحسين رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الحسين. حاجات بسيطة، تخيل شوف مباني بأسانسيرات، مكتبة الأزهر وما وراء، يعني في خير كبير وفي تقدم. على العموم فضيلة تجديد الجامع الأزهر نفسه، تجديد المبنى تم بصورة لم تحدث أيضا منذ يعني 100 عام بهذه الصورة السمية اللي تمت الآن. وفرش الأزهر والاهتمام به، نريد أن يعني اختيار الخطباء الأقوياء واختيار كذا، والدروس العلمية اللي في الأزهر، فضيلة المفتي له درس، فضيلة الإمام له درس، ده كل ده موجود فيه كل يوم. على العموم فضيلة الشيخ مقدام هو موضوع لم ينتهي بعد، يعني هتكلم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عن دور الأزهر أيضا في الخارج ومجمع البحوث الإسلامية ومجمع البحوث. نعم والإمامة الأزهرية إزاي جيت وإزاي نحافظ عليها، ودور الأئمة في المساجد وإزاي نشرف الأزهر في كل مكان. أسئلة كثيرة جدا محتاج نستوضحها من حضرتك، لكن سامحنا الوقت انتهى، ونكمل هذا الأمر في لقاءات أخرى بإذن الله. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، يعني أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ المقدام الحضري، شكر الله لكم. جزاكم الله خير الجزاء. آمين رب العالمين، يا رب آمين رب العالمين.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.